هل تقاس قوة الجيوش بعدد الدبابات التي تمتلكها أم بقدرتها على اختيار السلاح المناسب في التوقيت المناسب؟ سؤال يبدو بسيطاً في ظاهره، لكنه اليوم يقف في قلب نقاش عسكري واستراتيجي متصاعد مع تواتر معلومات غير رسمية تتحدث عن نية المغرب اقتناء مئات الدبابات القتالية من طراز K2 الكورية الجنوبية، في خطوة إن تأكدت قد تمثل واحدة من أكبر التحولات في بنية القوات البرية المغربية خلال العقود الأخيرة. الحديث هنا لا يدور فقط حول صفقة تسليح جديدة، بل حول سياق إقليمي ودولي شديد الحساسية. عالم ما بعد 2022 أعاد تعريف مفاهيم القوة والردع والاستدامة العسكرية. سلاسل الإمداد باتت سلاحاً بحد ذاتها، والتبعية لمورد واحد أصبحت مخاطرة استراتيجية، والجيوش التي لم تحدث عقيدتها القتالية وجدت نفسها خارج معادلة التأثير. في هذا المشهد المتغير يبرز المغرب كلاعب يسعى إلى التكيف لا بالاندفاع، بل بإعادة ترتيب أولوياته العسكرية بهدوء محسوب. الموضوع يطرح اليوم لأن المؤشرات لم تعد معزولة: حجم الصفقة المتداول، طبيعة المنظومة الكورية، الحديث عن صيغ تمويل وشراكات أوسع، كلها عناصر تجعل من هذا الملف أكثر من مجرد تحديث تقني. نحن أمام احتمال إعادة هيكلة كاملة لفلسفة القوة البرية المغربية، في لحظة تتطلب فيها الجغرافيا والسياسة والتكنولوجيا قرارات دقيقة لا تحتمل الخطأ. الإشكالية المركزية التي يطرحها هذا التقرير هي التالية: هل يتجه المغرب نحو بناء تفوق بري نوعي قائم على منظومات حديثة ومتجانسة، أم أنه يدخل مغامرة تقنية قد تصطدم بواقع جغرافي ومناخي قاس؟ وبصيغة أعمق، هل تمثل دبابات K2 مجرد سلاح جديد أم أداة ضمن رؤية أشمل لإعادة تعريف العقيدة العسكرية المغربية؟ من خلال هذا التحليل سيحصل المتلقي على قراءة أعمق للخلفيات غير المعلنة وفهم أوضح لمنطق الاختيارات العسكرية المغربية بعيداً عن التهويل أو التبسيط. سنحاول تفكيك السياق وربط التقنية بالسياسة والسلاح بالجغرافيا من أجل الإحاطة بصورة أشمل لما قد يعنيه هذا التوجه إذا تحول من مجرد تقارير متقاطعة إلى قرار سيادي فعلي. ما سنناقشه ليس ما إذا كانت هذه الدبابة قوية أو متطورة فقط، بل ما إذا كانت مناسبة، ولماذا تطرح الآن، وكيف يمكن أن تغير بهدوء موازين القوة البرية في المنطقة، دون أن نكشف منذ البداية إلى أين قد تقود هذه الخيارات. قبل أن نبدأ في تفاصيل الخبر، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وتفاعلوا معنا بإعجاب وتعليق لدعم المحتوى. اليوم يبدو أن المغرب يخطو خطوة استراتيجية مهمة في إعادة تشكيل قدراته البرية، من خلال التحول من الاعتماد على أسطول متنوع ومتواضع من الدبابات القديمة إلى التفكير في إدماج دفعات متقدمة من دبابات K2 الكورية الجنوبية. هذا التوجه لا يعكس مجرد صفقة تسليح جديدة، بل استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة توازن الأسطول البري المغربي وتجاوز التحديات المرتبطة بالتشغيل المتعدد للأنواع المختلفة من الدبابات التي تشمل الأمريكية أبرامز والروسية T-72 والصينية VT-4. هذا التنوع الكبير، رغم ما يمنحه من مرونة سياسية وقدرة على المناورة في الأسواق العسكرية العالمية، يمثل عبئاً كبيراً على منظومة التدريب والصيانة وتأمين قطع الغيار، خاصة في ظل التطلعات الحديثة التي تفرض على الجيوش أساطيل أكثر تجانساً واستدامة. من هنا يبرز الخيار الكوري الجنوبي كمورد وسط يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وسرعة الإنتاج ومرونة سياسية أكبر، ما يجعله مناسباً للرباط التي تبحث عن شريك قادر على تقديم أكثر من مجرد سلاح، بل شراكة تصنيع ودعم طويل الأمد. دبابة K2 من حيث التصميم تمثل نموذجاً حديثاً متطوعاً مزودة بمدفع عيار 120 ملم مع ملقم آلي يقلل الطاقم إلى 3 أفراد، ومنظومة رصد رقمية متقدمة تمنحها القدرة على العمل كصياد قاتل على ساحة المعركة، خاصة مع ذخيرة ذكية يمكنها ضرب الأهداف من الأعلى، وهو ما يمنحها ميزة نوعية في بيئات القتال الحديثة.
ومع ذلك فإن الفعالية الحقيقية لهذه الدبابة لن تقاس بمجرد المواصفات التقنية، بل بمدى اكتمال المنظومة المحيطة بها، بما يشمل الدفاع الجوي والتدريب المتخصص وسلاسل الإمداد القادرة على الصمود في الصحراء والمناطق الصحراوية القاسية. الاختيار المحتمل للمورد الكوري يعكس أيضاً رؤية الرباط لتقليل التبعية لمصدر واحد، وهو درس مستفاد من التجارب الدولية الحديثة مثل الأزمة الأوكرانية التي أظهرت أن الاعتماد على شريك وحيد في التسليح يمكن أن يضع الدولة في موقف محدود الاستجابة أمام التحولات الجيوسياسية. المغرب يسعى اليوم إلى فتح أبواب الصناعات العسكرية المختلفة، مع ضمان أن كل خيار تقني يتم توظيفه ضمن منظومة متكاملة ومرنة بما يتوافق مع الظروف المناخية والجغرافية المحلية. من الناحية الجيوسياسية، هذا التوجه يحمل أيضاً بعداً دبلوماسياً. اختيار الرباط لكوريا الجنوبية كشريك عسكري يعكس استراتيجية التنويع، بعيداً عن أي تبعية مطلقة للولايات المتحدة أو أي قوة تقليدية أخرى، بينما يحافظ على التوافق العملياتي مع الحلفاء. الكورية الجنوبية بدورها تقدم حزماً متكاملة تشمل التدريب والصيانة والتسليم السريع، مع إمكانية تعديل النسخ لتتلائم مع البيئات الصحراوية القاسية، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً قادراً على تلبية احتياجات المغرب العملية والاستراتيجية في الوقت نفسه. من منظوم التحليل العسكري، المغرب يبدو أنه يوازن بين عدة أهداف: تحديث أسطوله البري لضمان فعالية العمليات، بناء قاعدة صناعية ودعم لوجستي متكاملة، تقوية موقفه الإقليمي عبر امتلاك خيارات أكثر استقلالية في التسليح، فتح فرص للتصدير المستقبلي للأسلحة للدول الإفريقية القريبة، بما يوسع النفوذ المغربي ويعزز مكانته كلاعب إقليمي مؤثر. كما أن المغرب يراهن على أن هذه الخطوة لن تكون مجرد تطوير تقني، بل جزءاً من فلسفة أوسع لعقيدته العسكرية تقوم على الانفتاح على ثقافات صناعية وعسكرية متعددة، بما يتيح له بناء منظومة دفاعية متكاملة تجمع بين الخبرات الغربية والشرقية، وتضمن القدرة على المناورة في سوق السلاح العالمي دون المسء بالقدرات التقليدية التي تشكل العمود الفقري لقواته المسلحة. في نهاية المطاف، كل هذه التحولات تشير إلى أن المغرب لا ينظر إلى الدبابات الجديدة كأدوات قتالية فحسب، بل كركائز استراتيجية لتعزيز استقلالية القرار العسكري وتحقيق توازن بين الاستعداد القتالي والتحديث التكنولوجي والقدرة على الصمود في بيئات متعددة، مع الحفاظ على مرونة في العلاقات الدولية والتحالفات العسكرية. إذا نجح المغرب في دمج هذه المنظومات ضمن استراتيجية متكاملة، فقد يشهد الجيش المغربي نقلة نوعية في قدراته البرية، تجعل من أسطوله نموذجاً يجمع بين الحداثة والفعالية والاستدامة، مع تعزيز مكانة الرباط كلاعب إقليمي ودولي قادر على الموازنة بين التحديات والفرص في المنطقة وخارجها.